داخلين على جولة 7 وإصابات كتير وتبديلات أكتر. اتفرج على حلقتنا النهاردة من فانتسي البريمير ليج وتوقعات الجولة 7، ويلا بينا بقى نبتدي في حلقتنا. ورجعنا لكم تاني يا شباب وحلقة جديدة، ويلا فانتسي وتوقعات الجولة 7 من فانتسي البريمير ليج. عندنا حلقة دسمة جدا هنتكلم فيها عن حاجات كتير، منها مبومو الوقت جاء ان احنا نبيعه ولا لا، صلاح والاسس بتاعت ليفربول، طبعا سون وماديسون ونعمل ايه الفترة الجاية، وطبعا اخر حاجة هنتكلم عليها هي الايقافات والاصابات اللي طبعا موجودة، ولعيبة كتير قوي اتصابت، وده يمكن بسبب ان احنا طبعا كان في وسط الاسبوع ماتشات للكاراباو كاب. فما تروحش في اي حته، وما تنساناش طبعا باللايك والسبسكرايب. وفي الاخر خالص طبعا هكلمك على اختياراتنا للجوله، وطبعا فريقي وانا هعمل ايه الجوله الجايه. نبتدي بقى بكلامنا في حلقه النهارده، والبدايات على امبومو طبعا بعد اول 3 جولات كان الراجل ده ماست هاف، يعني كان اداؤه جامد، كل ماتش مثلا على الاقل بيسجل، بيصنع الشغل الجامد ده. بس يمكن في اخر جولتين الدنيا هدت شويه. امبومو من اللعيبه اللي بتحب تلعب في لعب مفتوح، يعني لما الفريق يلعب كوره هجوميه هتلاقي، انما لما بيبقى العكس، الفرق المتكتله دفاعيا ضد فريق برنتفورد، بتلاقي يعني مش احسن حاجه، ويمكن كمان ما جالهمش ضربات جزاء قوي في الفتره دي، فهتلاقي الاتاكينج ريتيرنز بتاعه امبومو قلت شويه. ولكن هل هو الوقت انك انت تبيعه ولا لا؟ وخصوصا ان في اوبشنز كتيره قوي، يعني اتراكتيف قوي وشايفينها ديفرنشال بكل الكلام ده. بص، انا شايف انك انت لو انت هتروح تشتري حد مثلا من نيوكاسل او استون فيلا، روح بيع امبومو، غير كده الموضوع ملوش لازمه. لو انت عندك تبديل اهم اعمله الجوله دي، انما امبومو لا تستنى عليه. انما لو انت ما عندكش تبديلات قوي، وبصراحه انا اتحدى الموضوع ده، فامبومو ممكن يكون اوبشن انك انت تبيعه وتشتري مثلا حد زي كاش، حد زي جوردن، حد زي الميرون. كل الاوبشنز دي ممكن تفكر انك انت تبيع امبومو وتشتري. كمان الكلام على صلاح يا جماعه، صلاح ليه تاني جوله اهو بيسجل وعنده 10 نقط. صلاح اوبشن قوي جدا، صلاح اوبشن قوي جدا. هل هو ماست هاف دلوقتي؟ لا، هو مش ماست هاف دلوقتي، لسه اصبر عليه، يعني تقريبا فاضل ماتش او ماتشين، وبعد كده بقى ايه ماتشاتهم هتبقى حلوه قوي. ممكن تحاول انك انت تبتدي تفضي مكان، لان الصلاح هيكون غالي قوي. الا بقى لو انت هتاجل مثلا وايلد كارد مثلا الجوله الثامنه او التاسعه، ساعتها اقول لك والله ماشي، روح هات صلاح. انما لو انت مش ناوي تفعل وايلد كارد، او فعلت الوايلد كارد اوريدي وما كنتش عامل حسابك انك انت هتزنق صلاح في التشكيله دي، لا ابتدي مثلا، ممكن تبتدي من دلوقتي انك انت تسحب فلوس من التشكيله عشان تبتدي انك انت تعرف تدخل صلاح كمان جوله. بس صلاح ماست هاف، انا شايفه بصراحه ماست هاف، ومش بس عشان هو بيجيب نقط. خلي بالك في جولات جايه ماتشات مانشستر سيتي هتكون اصعب واصعب، فهيكون حلو بالنسبه لك قوي انك انت يكون عندك اوبشن كونسيستنت. ومعلومه كده على الماشي، ان صلاح ما عملش اي بلانك لحد دلوقتي من اول الموسم. ممكن في جولات بيجيب نقط قليله شويه، بس الراجل دايما انت ضامن ان هو هيجيب لك ريتيرن، هدف، اسيست، اي حاجه. بالنسبه بقى للاصابات، خلي بالك احنا النهارده بنصور يوم الجمعه، ففي شويه اخبار كده ظهرت على اللعيبه اللي عليها شويه شكوك، مثلا زي ساكا لسه احتماليه مشاركته موجوده، لسه في قرار متاخر شويه هياخده طبعا ارتيتا على صلاح، يعني ده لسه القرار هيبقى متاخر شويه على ساكا. وعندك طبعا بالنسبه لنيوكاسل ماسوره اللعيبه اللي يعني اللي احنا هنروح نشتريهم وخلافه. خلي بالك عندك بوتمان وبيرن برضو احتمالية مشاركتهم عالية جدا. وبالنسبة لويلسون وايزاك، المدرب قال ان ويلسون هياخد كل الفرص هو وبوتمان ان احنا نقدر نرجعهم الجولة الجاية يبقوا فت. فانا شايف ان دي احتمالية عالية جدا لمشاركة اللعيبة دي.
لسه ما فيش اي اخبار بصراحه عن ماديسون، وطبعا لعيبه زي ادوارد، ولكن كده كده انا شايف ان ادوارد خلاص انت ممكن تروح تبيعه، يعني مش هيخسرك قوي. ماتشات جايه هتكون صعبه شويه على كريستال بالاس، وخلاص الراجل جاب الكام هدف اللي احنا كنا مستنينه، ويمكن الفتره الجايه في اوبشن افضل وافضل. طيب بالنسبه بقى للدبل جيم ويك، خلي بالك انت عندك دبل جيم ويك الاسبوع ده. هو مش دبل جيم ويك جامد قوي بصراحه، لان الفرقتين اللي هيلعبوا فيه هم بيرنلي ولوتون تاون، فرقتين فشلوا ان هم يحققوا اي فوز. ولكن لو انت عايز تراهن على اوبشنز، ممكن انا شايف ان لوتون تاون هي يعني الفريق اللي اوبشنه افضل. ليه؟ عندهم ماتشين كويسين، هيلعبوا ايفرتون وهيلعبوا طبعا بيرنلي، اما بيرنلي هيلعبوا طبعا لوتون تاون وهيلعبوا نيوكاسل، وهو مش افضل شيء يعني انك انت تفكر انك تشتري لعيبه من بيرنلي. روح اكتر للعيبه من لوتون تاون، زي مين يا عم؟ عندك بيل سيبو، كابوري ماشي شغال مش وحش، بس ما تجيبش اكتر من واحد في الدفاع، عشان انا شفت ناس عامله دبل تيمينج من دفاع لوتون. خلي بالك لوتون يعني على الله حكايته. ممكن برضو لو عايز اوبشن هجومي موريس، هو لو في حد هيسجل هيكون موريس، ومش غالي ب5 و6، وفي اقبال جامد قوي على شراء موريس، ويظل موريس ديفرنشال للجوله دي. بعد كده ممكن خلاص بقى تستعمله مثلا ان هو لاعب مثلا اخير دكه، مثلا تلعبه كل فين وفين، ماشي شغال مش هيقول لك لا. ولكن ممكن يكون لاعب هيجيب لك جول او هدفين في المباراه دي، وخصوصا ان هو اون بينالتيز، الراجل مسجل هدفين من ضربتين جزاء وعنده اسيست واحد يتيم في الفانتسي لحد دلوقتي، بس هو يعني هو اللي بيجيب اهداف من لوتون تاون. فهتروح لموريس لو عايز تجيب حد من طبعا الدبل جيم ويك. اما بقى بالنسبه لاختيارات الجوله، انت عندك بصراحه في فرق كتير قوي عندها ماتشات حلوه جايه. زي ما انت شايف على الشاشه كده، انا حاولت ان انا اجيب لك كده جدول الفرق اللي انت ممكن تركز عليها. عندك يا عم نيوكاسل خلاص الاسيتس بتاعتها ماست هاف، ويا سلام لو انت كنت اشتريت منهم الجوله اللي فاتت يعني دمروا فرقه شيفيلد يونايتد. عندك تريبير، بوتمان، بيرن، شار، لازم تجيب واحد فيهم. ويمكن انا بفضل يعني لو انت مثلا لو بوتمان جاهز هتجيبه. بيرن برضو اوبشن مش بطال، كل دي لعيبه تجيب اتاكينج ريتيرنز. لو معاك فلوس روح هات تريبير، ولكن لسه يعني انا مش شايف ان الفرق في السعر الرهيب ده، انت بتتكلم في اكتر من 2 مليون، يستدعي يعني انك انت تشتري تريبير. بس هتلاقي اتاكينج ريتيرنز جايه من تريبير، ده ما فيهوش كلام. ولو عايز كمان تجيب 2 من دفاع نيوكاسل، جو اهيد، الفريق الى حد ما كويس اهو. بدات الكلين شيتس تظهر، 2 كلين شيتس في الدوري، ماتشون ضد السيتي برضو في الكاراباو كاب، الفريق قدر ان هو يحافظ على كلين شيت. فكر برضو في الاوبشنز الهجوميه، ويلسون، جوردن، الميرون. الميرون هيكون اوبشن ديفرنشال جامد جدا، وخصوصا برضه هو سعره مش غالي قوي، بس الناس كلها رايحه على جوردن وويلسون. يعني ويلسون طبعا في احتماليه غيابه، عشان كده مش عايزك تريسك قوي. الميرون او جوردن، وجوردن في ناس مثلا تخاف شويه منه رغم ان هو سعره حلو. وهارفي بارنز اصابته هتطول اكتر من 3 شهور هيغيبها هارفي بارنز، فالراجل ده غالبا هيشارك كتير قوي، ولكن الراجل ده عنده 4 كروت صفراء ممكن تراهن عليه ماشي. بس يعني الميرون انا شايفه هيكون ديفرنشال اكبر، فروح للميرون. او لو انت عايز تسترخص شويه، جوردن برضو مش هيخسر. برضو عندك فريق زي استون فيلا ماتشات جايه حلوه قوي. خلي بالك هات لازم ماتي كاش، لازم يكون عندك الراجل ده. وبرضو هات عندك حد واتكنز او ديابي. انا بصراحه هروح ليه حد زي ديابي، لان ديابي كونسيستنت اكتر وخطر اكتر على الجول. اوكي واتكنز المباراه اللي فاتت سجل، بس انت لو اتفرجت على الجول كنت هتلاقي مين اللي مباصي الكوره لواتكنز، هتلاقي ان ديابي هو اللي لاعب الكوره، ولكن يعني واتكنز جاي شوطها المدافع صدها، بعدين رجعت له تاني شاطها جابها جول. فلو كانت الكوره دي من اولها جت جول كنت هتلاقي ان ديابي واخد اسيست. فديابي انا شايفه اوبشن رقم 1. واتكنز شايف 8 مليون يعني شويه كتير قوي عليه بصراحه.
ديابي افضل، وممكن يكون اوبشن حلو قوي لو انت عايز تبيع مبومو. طبعا برضه اليونايتد يعني الفريق بيقول ممكن تراهن على كلين شيت من حد زي ريجيليون، ما تشتريش اونانا، الراجل ما بيعملش اي سيفز، يعني سعره غالي قوي بصراحه على انك انت مش هتلاقي لا كلين شيت مضمون ولا سيفز. فريجيليون ب4 و4 مش هيخسرك لو انت اشتريته ولعبته، يمكن يجيب كلين شيت. برضو برونو فرنانديز، يعني برونو فرنانديز بقى وراشفورد والكلام الحلو ده، حاليا برونو فرنانديز اهم شويه من راشفورد، بس الموضوع يعني ايه، كل شويه اتغير، كل شويه والله برونو لا تلاقي راشفورد جاب، طب نقول راشفورد برونو يجيب. فحاليا هو برونو فرنانديز يعني اكثر اهميه، ولكن ممكن لو انت عندك ده او ده والله سيبهم، بس ما تجيبش الاثنين، الموضوع مش مستاهل، الفريق مش بيفتح قوي في سكورات عشان تجيب منهم اتنين في خط النص. في ناس تروح تقول لك هويلاند مشاكس وكده والكلام ده، بس بصراحه لسه ما قدمش يعني حاجه انا اشوفها ان انا اقول لك والله الراجل ده روح هاته، لسه شايف ان هو هياخد شويه وقت. اما بقى بالنسبه لفرقه توتنهام اللي عندها ماتشات حلوه برضو كتيره قوي الفتره دي، يمكن الماتش الجاي صعب شويه، ولكن ده ما يخلكش انك انت تستغنى عن حد زي سون. الراجل شفناه الجوله اللي فاتت عادي، لاعب ضد ارسنال، ماتش صعب كان ضد ارسنال، وانا شايف كمان ان دفاع ارسنال اقوى بكتير من دفاع فرقه ليفربول اللي بيعانوا بشكل كبير ككلين شيت. يمكن ليفربول ما قدروش غير ان هم يجيبوا كلين شيت يتيم، وبنشوف منهم اخطاء اكتر واكتر. وسون بيلعب سترايكر دلوقتي، الراجل روح هاته هيكون مهم جدا، حتى لو ما جابش الجوله الجايه هتلاقيه هينفجر في الجولات اللي جايه. ماديسون اوبشن ارخص شويه كونسيستنت، ولكن ماديسون لسه في احتماليه غيابه، ولكن انا شايف ان ماديسون ان شاء الله هيلحق الماتش الجاي. في يعني تسريبات كده بتطمن الناس اللي عندها ماديسون، خلي عندك ماديسون ما تبيعهوش، ولكن لو تقدر تعمل ابجريد لسون هتلاقي احسن واحسن. بالنسبه بقى لتشكيله الجوله دي، انا بسبب طبعا ان انا يعني جبت 58 نقطه الجوله اللي فاتت، رحت اشتريت الفاريز مكان جاكسون. يعني كان ممكن مثلا اشتري ويلسون افضل، بس ما كانتش هتفرق كتير. التبديل الافضل ان يعني ده يمكن اللي كان هيفرق معايا قوي، ان انا كنت اجيب بوتمان مكان تشيلويل، وخصوصا ان تشيلويل خلاص يعني واضح ان الراجل ما بقاش اساسي وبينزل بديل ويجيب صفر، فبخمسه وشويه الموضوع ده بصراحه مش هنقدر نستحمل. يعني تشيلويل وبفورمه وحشه وكلين شيت بيروح، اكيد هفعل وايلد كارد. عندي ادوارد عايز استغنى عنه، جوستو خد طرد، برضو تشيلويل زي ما اتكلمنا، ماديسون في شكوك حوالين مشاركته، بس خلاص يعني اظن ان ماديسون ان شاء الله يلحق الماتش. وساكا طبعا غالبا ساكا مش هيلحق الماتش، بس خلينا نشوف ارتيتا هيقول ايه وهيعمل ايه طبعا في ماتشه الجوله دي، بس انا مش متوقع قوي الصراحه ان ساكا يلحق الماتش، فهيبقى في تغييرات كتير قوي في فريقي على الوايلد كارد. وطبعا ما تنساش تقول لي في الكومنتس انت هتعمل الجوله دي، هتفعل وايلد كارد ولا هتعمل تبديل كده وتمشي حالك لحد الجوله الثامنه او التاسعه وبعد كده تاكتف الوايلد كارد. اما بقى بالنسبه لخيارات الكابتنه، هالاند اوبشن لا غنى عنه في الكابتنه بصراحه. الجوله دي عندهم ماتش سهل جدا ضد نوتنغهام فورست، وارد جدا ان هالاند يفتح سكور، وخصوصا ان هالاند يتألق اكتر في الماتشات السهله. دي كانت حلقتنا ويلا فانتسي وتوقعات الجوله السابعه من فانتسي البريمير ليج. لو انت وصلت للمرحله دي في الحلقه ما تستناش باللايك والسبسكرايب، عايزين يعني نزود شويه تفاعلات على الشانل في حاله من الركود المشاهدات. يعني بعد ما كنا مثلا في فتره من الفترات بنجيب 3000 و7000 و5000 والارقام دي، بقى كويس قوي لو الحلقه دي جابت مثلا 400 500 مشاهده، فمنتظر دعمكم ان شاء الله، ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه، ويلا.